السلام عليكم، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. ونبدي يومنا بسم الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم جديد وروتين جديد، إن شاء الله يعجبكم حبايب قلبي. شكرا لكم وتعليقاتكم والكلامكم الكلش حلو، ربي يسعدكم ويحفظكم. وبلشنا يومنا وروتيننا من تحضيرات الريوق. نحضر وياكم الريوق والشاي. ذكرت لكم قبل انه تستخدمون مي التصفية او الفلتر شو تسموه، حتى عندكم القوري الداخل مالته ما ياخذ لون والشاي ما يطعم بيه، ما يتغير طعم الشاي، ما نحتاج نغسله هواية. خلصنا ريوقنا وسهمنا وسهمكم العافية، الحمد لله خير ونعمة. طبعا هنا أنا بلشت يومي بهذه الكيكاية، زينتها وألف عافية للي طلبوها. تزيين بسيط وكملتها قبل لا يعني يكون الجو حار أكثر، تعرفون جونا كلش حار، فكملتها وألف عافية، يا رب صحة وعافية عليهم. هنا شنو عندي؟ بلشت بالروتين وأكنس قبل لا أمسح. أشارككم طبعا بيومي. طبعا ما أكذب عليكم يا بنات، مو دايما أستخدم المكنسة الكهربائية، مرات أكنس بالفرشة ومرات أخذ المكنسة الكهربائية حسب يعني الشغل اللي عندي. ودايما نقسم أغاننا يا بنات. طبعا من تقسمون وترتبون شغلكم قبل بيوم، وراح تشوفون يومكم ما يخلص اللي انتم مسوين كل الشغلات، يعني كل شغلاتكم ومكملين كل شغلكم ومرتبين اموركم. يعني قدر الامكان انه نخطط قبل لا نشتغل، يعني هذه الشغلة اسويها قبل الثانية، وهكذا راح تستفادون وراح يفرق عليكم كلش هواية بشغلكم اليومي، وما تحسون بتعب. اولا تعب جسدي وبعدها تعب نفسي، راح تقولون هذه الشغلة ما كملتها، هذه الشغلة تأخرت، ويعني يصير عندكم شلون ضجون من هذه الشغلة. فرتبوا أوقاتكم وشغلكم. بعد ما كنست مسحت وشفتوا ما شاء الله اللمعة خلصت، وشاركتكم أني بخلطة المسح كلش تفيدكم بالمسح وتعطيكم هاي اللمعة الحلوة. وتعالوا هنا نسوي الغداء، وراح أشارككم طريقة الفرافير. طبعا طريقتها كلش مقاربة للخبز عروق أو اللي متعرفين عليه دايما، شوية طريقتها بيها اختلاف. أعتقد هذه الأكلة هن عانة وراوة إذا موجودين، كلش يعني مشهورة عندهم هذه الأكلة. عندي لحم نص كيلو من اللحم، عندي كرفس ثرمته مثل ما تشوفون يا بنات. أحاول إني أثرمه ناعم، مو كلش هواية يعني إنه لأن راح نخبزه، فقد ما قدرتوا اثرموه ناعم الكرفس. وأثرم بعد عندي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عندي البصل أثرمه كلش ناعم، وشوية من الفلفل البارد هم ينطيها نكهة كلش طيبة إذا حبيتوا تضيفون. شوية من الطماطة، طماطة طبعا تكون قوية، ما تكون كلش لينة. هنا أنا ما ضفت طماطة لأن حسيتها بيها مي هواية فما ضفتها. إذا حابين تضيفون طماطة وحدة ضيفوا وياها. ملحتها شوية ملح وشوية بهارات حسب الرغبة، شنو حابين تضيفون انتو، حابين نكهة تضيفونها. وراح اخلطها هذه الخلطة اللي عندي واتركها على جهة. طبعا هذه نخبزها التنور الغازي، او اذا حابين تسوونها بالفرن، فرن كلش حامي. اذا عندكم الفرن عفوا نار حرارته كلش عالية، تقدر تخبزوها، يعني هو تقريب خبز تخبزوه بالفرن كلش عادي. اخلطها مثل ما تشوفون واتركها على جهة. وعندي العجين اني مخمرته، طبعا عجيننا العادي طحين وملح وشوية خمرة. ومثل ما تشوفون العجين عندي كميته كبيرة لان انا عجنته حتى اخبز خبز بوحده. وعندي الفرافير راح اسويها بوحدها.
مثل ما تشوفون افتح اخذ عجينة حسب الحجم اللي انت تريدوه، وادخل حشوة داخل العجينة واكورها على شكل كرات مثل اللي تشوفون، او قطع شو تسمونها. المهم الحجم انت تتحكمون بيه والكمية. مثل ما تشوفون افتحها وعندي مي اتحكم يعني بالعجينة اللي عندي حتى ما تلزق عندي. مثل ما تشوفون خلاص اجمعها واتركها. طبعا اتركها 10 دقائق مجرد انه ترتاح قبل لا اخبزها. مثل ما تشوفون هذا يكون شكلها وكل سهلة وبسيطة. عندي هنا العجين مثل ما تشوفون. راح ادهن الوجه مالته بشوية من الزيت ونخبزها وياكم على التنور. مثل ما تشوفون اخذ واضغط ضغطة بسيطة واخبز، كل سهلة وبسيطة. الخطوة اللي عندكم المهمة بس مجرد انه تفتحوها مثل ما تشوفون، انه قبل لا تلزقوها على التنور الوجه مالتها تمسحوها بمي شوية يختلف عن الخبز حتى ما يقعدكم بالتنور. طريقته كل سهلة وبسيطة، وغدا او حابين تسووا عشاء سهل وبسيط. مثل ما تشوفون اضغط عليها بايدي، احاول انه اللحم او الحشوة الداخلها ما تقع. هذا شكلها تشوفون ما شاء الله وشون انتفشت عندي، صارت عجينة كلش هشة وطيبة. والفرافير لازم تجربوها لان اكلة كلش طيبة ما شاء الله، وطعمها طلع كلش طيب. خطوة مهمة بعد ما تحمصوها تطلع عندكم محمصة او يابسة تغطوها حتى تدفى عندكم وترجع تطرى، تكون عندكم طرية. مثل ما تشوفون هذا شكلها وشون متحمصة عندي، وما شاء الله الطعم كلش طيب. طبعا حسب انتو اذا حابين تكثرون حشوة او تكثرون العجينة تكون عندكم حجم القرصة اكبر، هذا راجع لكم وبراحتكم. دا تشوفون ما شاء الله شون اللحم مستوي. والتنور عندي طبعا نارته كلش هادئة، بقيتهن لحد ما استوى كل الكمية اللي عندي وتحمصت من الداخل ومن الخارج استوت عندي. تشوفون هنا والباقي طبعا خبزته هنا الخبز اللي عندي، وتركت الفرافير داخل الخبز وشكلهن تشوفون ما شاء الله شلون متحمصات ونكهتهن كلش طيبة. طبعا لازم تجربون هذه الأكلة، سهلة وبسيطة وعلى التنور ما تاخذ معكم وقت. تشوفون ما شاء الله اللحم شلون طري، واذا عندكم اللي ضيفوها وياه راح تنطي نكهة كلش طيبة وطراوة. واذا ما تحبون اللي براحتكم تضيفوها. ولازم تجربون هذه الأكلة كلش طيبة وسهلة، وسهمنا وسهمكم العافية. اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. دا اشوفكم اللحم شلون مستوي داخلها يا بنات، خافوا تقولون ما مستوي، لا مستوي ونطاها طعم كلش طيب للعجينة. عجينتنا العادية عجناها ودخلنا داخلها الحشوة اللحم، انطتنا نكهة كلش طيبة. جربوها واكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله تحبونها وتعجبكم. وان شاء الله حبيتوا فيديو اليوم، حبيت اسوي لكم فيديو منوع. حبايب قلبي لا تنسونا باللايك والاشتراك، وما بقى لنا شي على 2000 مشترك. همتكم شاركوا القناة والفيديوهات ويا الحبايب والأقارب حتى يشتركون بقناتنا وتكبر بيكم أخوان وخوات إنا وبالقناة تنورونا، وهذه قناتكم وتكبر بيكم. طبعا حبايب قلبي مشكورة منكم كلش هواية. طبعا ما أعرف شو أحكي، تعليقاتكم كلش حلوة نابعة من قلوبكم الطيبة. كلش ممنونة منكم طبعا ولدعمكم. طبعا ما تقصرون حبايب قلبي. هنا عندي لزقات هذه للثلاجة الأغلبية، نحب ندخلها هذه الأشكال. طبعا كانت مشلوعة عندي ولزقتها. طبعا الجهال وهذه لولو وسوالفها شالعتها فلزقتها ورجعتها بمكانها. طبعا تحبون هذه السوالف ما أعرف للثلاجة أو نلزق عليها على المجمدة، كلش حلوة. أشكال بسيطة بس تنطي شكل وروح كلش حلو للمطبخ، ورتبتهم بهذا الشكل. إن شاء الله فيديو اليوم عجبكم وحبيتوا. أشوفكم
إن شاء الله فيديو جاي، مع ألف سلامة.